إبرة التطريز، إبرة حادة الرأس متوسطة الطول. أدوات فتح العرى تتيح لك أن تدرزي كامل العروة مرة واحدة، وأحد أنواعها يدرز العروة ويضبط طولها لكي يناسب الزر الذي يوضع في حاملة تقع خلف الدواسة. عندما يفوق قياس الزر 1.5 البوصة، أي 3 سنتيمتر و8 من السنتيمتر، أو عندما يكون شكله أو سمكه غير عاديين، وتستخدم خطوط القياس عوضا عن الحاملة. وهناك نوع آخر من أدوات فتح العرى مصمم خصيصا لماكينات الدرزة المستقيمة، يفتح العرى تلقائيا بالاستعانة بنماذج معايرة متنوعة الأحجام، ويمكنك استخدام هذه الأداة لفتح عرى صغيرة. أهمية أدوات العلام. ترشدك الرموز الموجودة على قطعة الباترون إلى كيفية تركيب الثوب بشكل دقيق، ونقل هذه الرموز من الباترون إلى القماش ضروري للتفصيل والخياطة، وبسبب اختلاف أنواع الأقمشة سوف تحتاجين إلى أدوات علام متنوعة. الإبر وأنواعها الأساسية. الإبر 4: إبرة الاستعمال العام، وتصلح لكثير من الأقمشة، وتتراوح قياساتها بين 65 إلى 9 أدقها، و110 إلى 18، والإبرة ذات الرأس المكور، وتصلح للمحبوكات والقماش المطاط، قياساتها بين 65 إلى 9 و100 إلى 16. والإبرة المزدوجة للدرز التزييني، والإبرة الإسفينية للجلود والفنيل. استبدلي الإبرة بعد إنجاز ثوبين أو 3 أو بعد ارتطامها بدبوس. الإبرة الحادة، إبرة متوسطة الطول، وتستعمل لأغراض الخياطة العامة. الإبرة القصيرة، مستديرة الثقب، وتخيط غرزا رفيعة على الأقمشة ثقيلة الوزن أو على أقمشة التنجيد. أدوات فتح العرى تتيح لك أن تدرزي كامل العروة مرة واحدة، وأحد أنواعها يدرز العروة ويضبط طولها لكي يناسب الزر الذي يوضع في حاملة تقع خلف الدواسة. الإبرة مكورة الرأس، تستعمل على الأقمشة المحبوكة، حيث أن الطرف الحاد للإبرة العادية يخترق القماش، في حين يفرق الرأس المكور حلقات الحبكة بعضها عن بعض. الأدوات الخاصة الملحقة بالماكينة. لكل ماكينة خياطة ملحقات تتيح إنجاز عدد كبير من الأعمال الخاصة، وبعض هذه الملحقات عامة تناسب كل الماكينات، مثل دواسة السوستة، وفتاحة العرى، ودواسة خياطة حواشي الثوب. وهناك ملحقات أخرى مثل أداة صنع الكشكشة، مصممة بغية كسب الوقت وتوفير الجهد عند القيام بأشكال خاصة من الخياطة. قبل أن تضيفي ملحقا أو دواسة خاصة لماكينتك، ينبغي أن تعرفي إن كانت ماكينتك هذه مزودة بساق مرتفعة أو منخفضة أو مائلة. والساق هي المسافة الفاصلة بين أسفل الدواسة ولولب تثبيت الأداة الإضافية، وتصمم هذه الأدوات الإضافية خصيصا لتناسب نمطا واحدا من هذه الأنماط 3. تتوفر عادة لوحة الدرز المتعرجة،
والدواسة ذات الاستعمال العام مع الماكينة. وغالبا ما تتضمن الماكينة ملحقات أخرى، هي لوحة الدرزة المستقيمة ودواستها، ودواسة فتح العرى، ودواسة السحاب، ودليل الدرز، ودواسات لفق متنوعة، ودواسة التلقيم المتساوي. ويشرح لك كتيب الماكينة كيفية إضافة الملحقات المتنوعة وتحقيق أفضل النتائج. الأزرار الملبسة أو المكبوسة يمكن أن تغلف بالقماش الذي تستعملينه بغية الحصول على تناسب لوني. الأزرار وأدوات الإقفال: الأزرار ذات الثقبين أو الأربعة ثقوب. الأزرار ذات الثقبين أو الأربعة ثقوب شائعة الاستعمال وتستخدم للأغراض العامة. البكرات: البكرات تكون مبيتة ثابتة أو نقالة لإعادة اللف. تلف البكرة الثابتة وهي في علبتها، أما النقالة فتكون مزودة بعلبة متحركة لها لولب ضابط للشد. يمكن إجراء اللف في أعلى الماكينات أو جانبها. استخدمي بكرة فارغة لكي يلف الخيط بشكل متوازن، ولا تسرفي في لف البكرة وإلا انقطع الخيط. الثقالات: الثقالات تحفظ الباترون في مكانه عند قصه، وتوفر مضيعة الوقت بالتدبيس وإزالة الدبابيس، وتحمي الأقمشة التي قد تترك عليها الدبابيس أثرا دائما. تستعمل الثقالات بسهولة فائقة على الباترونات الصغيرة، ويستعمل بعض الخياطين أغراضا مثل معلبات الخضار بدلا من الثقالات الصغيرة. الحاشية المخرمة: تزين أطراف الثوب عند تهذيبه، وتستعمل على كل الأقمشة. الحاشية الأسطوانية: وهي وسادة مرصوصة جيدا تملس عليها الحواشي. يتهدل القسم الأكبر من القماش على جانبي الذراع دون أن يلامس المكواة، وهكذا لا تترك الدرزات أي أثر على وجه القماش. الخيط الرفيع جدا المصنوع من البوليستر المغلف بالقطن يقلل من تغضن الأقمشة خفيفة الوزن، ولا يتشابك أو ينقطع أثناء التطريز بالماكينة. الخيط القطني الممرس: الخيط القطني الممرس 100% يستعمل على المنسوجات الطبيعية مثل القطن والكتان والصوف، إلا أنه لا يناسب المحبوكات لأنه لا يمط بما فيه الكفاية. الدبابيس المستقيمة المصنوعة من النحاس أو الفولاذ المضاد للصدأ، وتستعمل لأغراض الخياطة العامة، ويبلغ طولها عادة بوصة و1.6 من البوصة، 2 سنتيمتر و6 من السنتيمتر. الربطة المفصلية: الربطة المفصلية تتكون في حلقة وعصا إضافة إلى كالون من الجلد أو شبه الجلد، وتستعمل على المواضع المتراكبة. الزر ذو الحلقة يربط بالقماش بواسطة هذه الحلقة. السوسة البلاستيكية الفاصلة خفيفة الوزن إلا أنها قوية ومتينة، وهي مصممة بشكل أكثر انتفاخا من غيرها كي تشكل مظهرا أملسا مستقيما عقب تركيبها. شكلها التزييني يلائم ثياب التزلج والثياب التي تستخدم للخروج في النزهات.
السوسة المعدنية العامة قوية ومتينة تناسب ثياب الرياضة، إضافة إلى البنطلونات والتنانير والجيبات والفساتين وأغراض التزيين المنزلية. السوسة المعدنية الفاصلة تتوفر بأوزان تتراوح بين المتوسطة والثقيلة، وتستعمل في الجاكيتات وثياب الرياضة وأغراض التزيين المنزلي. للسوسة الفاصلة المعكوسة لسان على وجهها وآخر على ظهرها. الشريط المتعرج يتوفر ب3 عروض، 1-4 بوصة و1-2 من البوصات و5-8 بوصات، ويستعمل لإبراز الكالونات والحواف. الشريط الموروب ذو الطاق الواحد عرضه نصف بوصة، أما عرض النوع الأعرض فيبلغ من 8 إلى 7 بوصات، ويستعمل كمجرى للستيك المغيط وكالونا وتخريجا. الشريط الموروب مزدوج الطاق يزين حافة غير مشغولة، ويتوفر بعرضين مثنيين هما ربع بوصة وسدس بوصة. الضفيرة انظروا إلى الصورة أعلى، تتوفر بشكل عقدة أو جديلة، استعمليها لإبراز الحواف أو الزينة أو حلقات الأزرار. الغراء يمكن استخدامه بديلا عن التدبيس أو التسريج لحفظ الأنسجة والجلود والفينيل واللباد والكالونات وقطعة الجيب والسوست في مواضعها. لإجراء الدرز الدائم استعملي الغراء في الأشغال اليدوية وفي أغراض الخياطة العامة، وقد أصبح الغراء قابلا للذوبان في الماء، ولذلك يكون مفعوله مؤقتا. القطاعة الدوارة تعمل مثل سكين البيتزا، ويمكن أن يستعين بها الذين يستخدمون يدهم اليسرى أو اليمنى. الكبسولة أداة إقفال داخلية خاصة بالأماكن التي لا يسلط عليها ضغط شديد، مثل أساور الأكمام. الكبسولة الكبيرة. الكبسولة الكبيرة تكبس على الجهة الخارجية من الثوب بواسطة أداة تشبه الكماشة بغية التزيين. الكبشات المتينة تستخدم لإقفال شريط خصر الجيب أو البنطلون. الكبسولة الكبيرة. الكبسولة الكبيرة تكبس على الجهة الخارجية من الثوب بواسطة أداة تشبه الكماشة بغية التزيين. الكبشات المتينة تستخدم لإقفال شريط خصر الجيب أو البنطلون. الكبشة أداة إقفال داخلية تتوفر بأحجام مختلفة وتلائم أقمشة مختلفة الأوزان. اللاستيك المغيط يدخل في مجراه لتشكيل شريط الخصر وسوار الكم وفتحة الرقبة. يكون اللاستيك المحبوك A9 والمنسوج B9 ألين من اللاستيك المجدول C9 وأقل تغضنا، ويمكن أن يدرز على القماش مباشرة. المئبرة إبرة طويلة مستديرة الثقب، وتستعمل للتسريج أو لزم الدرزات. المانيكان الموديل، وهو من الأدوات الاختيارية للخياطة، لكنه مفيد جدا لأنه يسهل عملية تركيب الأكمام والبطانة وتركيز الثوب. المتر الشريطي المشمع. المتر الشريطي المشمع القابل للانثناء واتخاذ مختلف الأوضاع المزورة، طوله 150 سنتيمترا، وهو مرقم بالسنتيمتر من جهة
وبالبوصة من الجهة الأخرى. المتك دبوس التكة يدخل الشرائط والمغيط اللاستيك والقيطان في مجاريها دون فتلها. يكون لبعض المتكات ثقب يدخل فيه الشريط أو المغيط، وقد يكون مزودا بملقط أو بدبوس قابل للانغلاق يمسك اللاستيك. أما المتك الظاهر في الصورة فله حلقة تنزلق وتشد على ساقي الملقط. المسطرة وتخصص لأغراض العلام العامة، وأكثر القياسات استعمالا هي التي يبلغ طولها 12 بوصة أو 18 بوصة، 30 سنتيمتر و5 من السنتيمتر أو 46 سنتيمتر. المسطرة الزاوية الشفافة وهي على شكل حرف T، تستعمل لتحديد اتجاه خطوط النسيج الأفقية وتعديل التصميم وتسوية الحواف المستقيمة. أدوات القياس. المسطرة الشفافة تتيح لك رؤية ما تقيسينه أو تعلمينه، وتستعمل للتحقق من اتجاه خطوط النسيج وتحديد مواقع العرى والطيات والبنسات. المقص ذو المقبض المنحني هو أفضل مقص يستعمل عند قص الباترون، ذلك لأن زاوية الشفرة السفلية تتيح انبساط القماش على سطح القص. وأكثر الشفرات شيوعا هي التي يبلغ طولها 7 أو 8 بوصات، 18 أو 20.5 من السنتيمتر، إلا أنه تتوفر في الأسواق شفرات يصل طولها إلى 12 بوصة، 30 سنتيمترا و5 من السنتيمترات. اختاري طول الشفرة الذي يناسب حجم يديك، فالأطوال الصغيرة توافق الأيدي الصغيرة، والأطوال الكبيرة تناسب الأيدي الكبيرة. وتتوفر أيضا نماذج مخصصة للذين يستخدمون يدهم اليسرى. وإن كنت تكثرين من الخياطة، ابتاعي مقصا مصنوعا من الفولاذ ومطليا بالكروم A1. أما النماذج الأخف وزنا والمزودة بشفرات من فولاذ لا يصدأ ومقبضين بلاستيكيين B1 فتصلح للخياطة القليلة أو الأقمشة خفيفة الوزن. وعندما تستعملين المنسوجات الاصطناعية والمحبوكات الزلقة يستحسن أن تستعملي مقصا مسننا C1، فهو يضبط القص على أفضل وجه. المكواة البخارية ينبغي أن يكون لها مدى حراري واسعا كي تتكيف مع كل الأنسجة. ابتعي مكواة معروفة بجودتها. تساعد المكواة التي تصدر البخار الرزاز عند كل درجة استعمال، لا عند درجات الحرارة العالية وحسب، في ملس الأقمشة الاصطناعية. حشية الخياط أو قفاز التمليس يستعمل لملس الأماكن المشكلة من القطب المنحنية والبنسات والياقات أو تقويرة الكم. الحشية A2 هي عبارة عن وسادة مرصوصة منحنية الأطراف، يكون أحد جانبيها مغلفا بقماش قطني، في حين يغطى الجانب الآخر بقماش صوفي كي يحتفظ بكمية كبيرة من البخار. أما قفاز التلميس B2 فيشبه الحشية، إلا أنه يلائم خاصة الأماكن الصغيرة الضيقة، ويلبس في اليد أو يدخل في لوحة الكم. خيط الأزرار والسجاد. خيط الأزرار والسجاد يلائم الخياطة اليدوية عندما تتطلب مزيدا من المتانة. خيط البوليستر طويل الألياف يكون ناعما ومتساويا، ويلائم اللفق اليدوي والدرز بالماكينة.
خيط التنجيد اليدوي. خيط التنجيد اليدوي عبارة عن خيط قطني متين أو خيط مصنوع من البوليستر والقطن، وهو لا يتشابك أو يتغضن أو ينحل في طبقات القماش أثناء الخياطة اليدوية. خيط الغرز الظاهرة والعرى. خيط الغرز الظاهرة والعرى يستخدم للدرز الظاهر والتزييني المبرمج، وحبك العرى المشغولة بالماكينة، ودرز العرى المشغولة باليد. خيوط الماكينة. خيوط ماكينات الخياطة توجد ب3 أوزان: خيط فائق الدقة للأقمشة خفيفة الوزن والتطريز بالماكينات، وخطوط الاستعمال العام، وخيوط الدرز الظاهرة، وفتل العرى للدرز التزييني ودرز التثبيت. وينبغي أن يكون الخيط مناسبا لوزن القماش وحجم الإبرة. وللحصول على الشد الملائم استعملي في الإبرة خيطا مماثلا للخيط المستعمل في البكرة المكوك حجما ونوعا. دبابيس الحرير تستعمل على الأقمشة خفيفة الوزن ومتوسطته. الإبرة مقاس 17 يعادل طولها بوصة و1.6 من البوصة، أي 2 سنتيمتر و6 من السنتيمتر. أما مقاس 20 فيعادل طولها 1.25 بوصة، 3 سنتيمتر و2 من السنتيمتر. ويتوفر المقاسان في الأسواق مع رؤوس زجاجية أو بلاستيكية. وتسهل رؤية دبابيس الحرير فائقة الدقة التي يبلغ طولها 1.3 من البوصة، 4 سنتيمتر و5 من السنتيمتر على القماش بسبب طولها. دبابيس الغبن لا يتعدى طولها البوصة الواحدة، 2.5 من السنتيمتر، وتستعمل لثني الأقمشة الرقيقة في حاشية الخياطة. دليل الدرز يركب على سطح الماكينة ويساعد في الحفاظ على تعادل حواشي الدرز، ويتكيف مع أي عرض للدرز، ويفتل عند القيام بدرز منحن. دواسة الأزرار تمسك الزر المنبسط لكي تخيطه الماكينة على الثوب بغرزة متعرجة، وتوفر هذه الدواسة الوقت عند خياطة عدة أزرار على الثوب. دواسة التلقيم المتكافئ تلقم الطبقتان العليا والسفلى معا، بحيث تتعادل الحواشي عند بداية الدرز ونهايته. استعملي هذه الدواسة للفنيل والأقمشة المزأبرة والمحبوكات السميكة، أو الأقمشة التي تميل إلى الالتصاق أو الانزلاق أو المط. دواسة الدرز المخفي للزيف تعد الزيف للدرزة المخفية بالماكينة، وتعتبر وسيلة بديلة للفق الزيف يدويا. دواسة السوست تستعمل لدرز القيطان وتركيب السوست وخياطة العرى المثنية وخياطة أي حاشية عندما يزيد سمك القماش في أحد جانبيها عن الجانب الآخر. وتضبط الدواسة إلى يمين الإبرة أو إلى يسارها. دواسة حبك الحواف تساعد في الحفاظ على العرض الكامل للدرزات، وتحول دون تموج الأطراف المنبسطة عند القيام بحبك الحواف، وتتشكل الدرزات على صنارة على الحافة الداخلية للدواسة. ذراع ملس الزوايا يكون مصنوعا من الخشب الصلب،
ويستعمل لملس القطب الزاوية والمستدقة، ويبسط هذا الذراع الدرزات عن طريق حفظ البخار والحرارة في القماش. وتستخدم هذه الأداة في الخياطة لإنجاز حواف منبسطة ومستدقة عند استعمال الأنسجة المنشاة. سوسة الباركا. سوسة الباركا عبارة عن سوسة بلاستيكية فاصلة، وهي مزودة بزلقتين كي يتسنى فتحها من الأعلى ومن الأسفل. سوسة البوليستر العامة تناسب الأقمشة على اختلاف أوزانها، وتخاط على التنانير، الجيبات والبنطلونات والفساتين وأغراض التزيين المنزلية. سوسة الجينز النحاسية هي سوسة معدنية مكبوسة ومقفلة عند نهايتها، وهي مصممة للجنس وثياب العمل والثياب غير الرسمية المخيطة بأقمشة متوسطة إلى ثقيلة الوزن. شاشة فوطة الملس تحول دون لمعان القماش الذي تسببه المكواة، وتستعمل دائما عند وضع حشو لاصق. شرائط فلكرو اللباد تستعمل كأدوات إقفال خاصة بالطبقات المتراكبة في الجاكيتات والقمصان والفساتين غير الرسمية. شريط التسريج عبارة عن شريط لاصق على الوجهين يحل محل التدبيس، والتسريج بالخيط استعمليه على الجلود والفنيل فضلا عن الأقمشة. يساعدك هذا الشريط خاصة لمطابقة مربعات القماش وأقلامه، وتثبيت السوست، وتحديد مواضع الجيوب والكالونات. لا تدرزي بالماكينة على شريط التسريج فقد تفسد الإبرة. شريط التويل لتثبيت الحواشي أو الخطوط المتموجة. شريط الدرز يكون مصنوعا من الرايون 100% أو من البوليستر 100%، ويبلغ عرضه من 8 إلى 3 بوصات 1 سنتيمتر. شريط القيطان هو عبارة عن كالون للتقوية، يدخل في حاشية الدرز لإظهار الحواف وتزيينها. طاولة الكي يجب أن تكون متينة، ومن الأفضل اختيارها مسننة من الداخل للتحكم في ارتفاعها وانخفاضها. عجلة العلام. عجلة دولاب العلام تتوفر بشكلين: مسننة أو ملساء. ترسم الحافة المسننة خطا منقطا، وتناسب معظم الأقمشة، إلا أنها قد تثقب الأقمشة الرقيقة. أما الحافة الملساء فتحمي الأقمشة الناعمة الرقيقة وترسم خطا متواصلا. فتاقة الدرزات تقطع الدرزات بسرعة وتفتح العرى وتنزع القطب. استعمليها بحذر حتى لا تقومين بثقب النسيج. قلابة الزوايا تدفع الزوايا المدروزة في الياقة ومقلب الياقة والجيب نحو الخارج دون ثقب القماش، وهي تكون مصنوعة من الخشب أو البلاستيك، ويناسب طرفها المستدق الزوايا تماما. استعملي رأسها المستدق لإزالة خيط التسريج، وطرفها الدائري لإبقاء خطوط الدرز مفتوحة أثناء الملس. قلابة المجاري تكون مزودة بصنارة في أحد جانبيها، وهي مصممة خصيصا كي تقلب القطع الأنبوبية أو الأسطوانية على الوجه الصحيح، وهذه الطريقة أسهل وأسرع من ربط أحد أطراف القطعة بدبوس مشبك وإدخاله عبرها. يمكن استخدامها للقطع الأنبوبية الضيقة
ولحلقات الأزرار. كيف أشتري ماكينة الخياطة؟ الماكينة أهم أجهزة الخياطة، فاحرصي على اقتناء ماكينة متينة ومتقنة الصنع توفر لك متعة في الخياطة لسنوات عديدة. إن كنت تنوين شراء ماكينة جديدة، فإنك سوف تجدين في الأسواق أنواعا عديدة تناسب مختلف الميزانيات ومتطلبات الخياطة، وتتراوح بين ماكينة تؤدي الغرزة المتعرجة فضلا عن درزة أو درزتين، وبين ماكينة إلكترونية تستخدم حاسبا متقدما للتحكم بالدرز وانتقائه. تضم المزايا المتوفرة فتاحة العرى، وانتقاء الدرزات بواسطة الألوان، والدرزة المقلوبة، ودواسة تضغط على القماش بإحكام، وذراعا إضافية لدرز الأماكن الدائرية الضيقة مثل أرجل البنطلون، ولفافا مبيتا للبكرة، ومنضبطا آليا للشد والضغط، ومنضبطا آليا لطول الغرزة. وترفع كل واحدة من هذه المزايا عادة سعر الماكينة، لذا ابحثي عن ماكينة تفي بمشروعاتك المستقبلية في مجال الخياطة، وابتاعي ماكينة تلائم حاجاتك في الخياطة، ولا تتكلفي ثمن مزايا نادرا ما تستعملينها. خذي أيضا في الاعتبار مقدار الخياطة التي ستقومين بها وصعوبتها، إضافة إلى عدد الأشخاص الذين ستخيطين لهم. استشيري بائعي الأقمشة وأصحابك الذين يجيدون الخياطة، اطلبي عروضا توضيحية، وجربي عدة نماذج، وقارني فيما بينها. ابحثي عن النوعية الجيدة وعن سهولة التشغيل، فضلا عن تعدد خيارات الدرزة. يجب أخذ الخزائن المخصصة للماكينات في الاعتبار، إذ أن الماكينة النقالة تتيح نقل مكان الخياطة من موضع إلى آخر، في حين تصمم الماكينات المبيتة داخل خزانات لتكون على ارتفاع مناسب للخياطة، كما أنها تساعدك في الترتيب، إذ يتوفر فيها مكان مناسب لحفظ معدات الخياطة وإبقائها في متناول اليد. ورغم أن ماكينات الخياطة تختلف باختلاف إمكانياتها وملحقاتها، فإن جميع الأشكال لديها الأجزاء والضوابط الأساسية هي، وستجدين وصفا للمعدات التي ستحتاجينها في الصفحتين 14 و15. تجدين في الصفحة المقابلة الأجزاء الرئيسية لماكينة خياطة النقالة. أقسامها الأساسية مشتركة لدى كل الماكينات، فاسترشدي بكتيب الاستخدام لتتعرفي على الموضع الخاص لكل من هذه الأجزاء على ماكينتك. لاقطة الدبابيس المغناطيسية والمدبسة المغناطيسية تحفظان الدبابيس الفولاذية في مكانها. تربط لاقطة الدبابيس بلوحة الماكينة المنزلقة كي تقوم بجذب الدبابيس عندما تقومين بسحبها من القماش أثناء الدرز. وتفيد المدبسة المغناطيسية خاصة في التقاط الدبابيس عن الأرض. لوح القص المنطوي يحمي سطح الطاولة من الخدش ويمنع انزلاق القماش أثناء قصه. اغرزي الدبابيس بداخله كي تقومين بالإسراع في عملية التدبيس. اضبطي القماش على الخطوط المرسومة على اللوح، واستعملي المربعات التي يبلغ قياسها بوصة واحدة 2 سنتيمتر و5 من السنتيمتر كمقياس فوري. لوحة الدرزة المتعرجة ودواساتها تصلح للاستخدام العام، وترافق ماكينة الدرزة المتعرجة عند شرائها، وتستعمل للقيام بالدرزة المتعرجة
والخياطة متعددة الإبر، إضافة إلى الدرز المستقيم المنبسط على أقمشة متينة. ويكون مجرى الإبرة مشار إليه بالسهم عريضا، فيوفر للدواسة منطقة واسعة تمكن الإبرة من التحرك جانبيا. استعملي هذه اللوحة والدواسة للخياطة العامة. لوحة الدرزة المستقيمة ودواساتها تستعمل في الدرز المستقيم فقط، ويكون مجرى الإبرة مشار إليه بالسهم صغيرا ودائريا، وتمنع هذه اللوحة الإبرة من التحرك جانبيا. استعملي هذه المزايا عندما يتطلب القماش أو عملية الخياطة مراقبة دقيقة. وتصلح هذه المزايا أيضا للأقمشة الشفافة والرقيقة، لأن مجرى الإبر الصغير يحول دون انجذاب هذه الأقمشة نحو مكان التلقيم. لوحة الكم تبدو وكأنها لوحة كي صغيران ربط أحدهما فوق الآخر، تستعمل عند ملس الدرزات والأجزاء الدقيقة من الأماكن الضيقة، مثل الكم وساق البنطلون والياقة. مانع التنسل سائل بلاستيكي لا لون له، يقوي القماش قليلا فيحول دون تنسله. يستعمل إذا أفردت في القص داخل حاشية القطب، أو أردت أن تقومين بتقوية جيبا أو عروة. احذري عند استعماله، إذ أنه يعتم الألوان الزاهية قليلا، كما أن مفعوله دائم، فهو لا يتأثر عند غسل الثوب بالماء أو تنظيفه على الناشف. متر القياس الماسورة يتمتع بالمرونة المطلوبة لتسهيل أخذ قياس الحجم. اختاري شريطا يبلغ طوله 60 بوصة 150 سنتيمتر، ذا أطراف معدنية، يكون مصنوعا من مادة لا تمط، ويستخدم على الوجهين. محز التخريم أو التسنين له حافة متعرجة أو مسننة عوضا عن حافة مستقيمة، يستعمل لتهذيب الحواشي والحواف غير المشغولة على أنواع مختلفة من النسيج. وتكون الحواف المقصوصة مقاومة للتنسل. مسطرة الانحناء الفرنسي، وهي مصنوعة من البلاستيك الشفاف، ولها عدة انحرافات، تستعمل لتقوير الإبط أو انحراف الورك أو أي انحرافات أخرى في الثوب. مقص الخياطة A2 له رأس مستدق وآخر دائري، ويستعمل في قص الحواشي والقطب والتخاريج. وتكون الشفرة التي يبلغ طولها 6 بوصات 15 سنتيمتر عملية للغاية. وتزود مقصات التطريز B2 بشفرات مستدقة يبلغ طولها 4 أو 5 بوصات 10 أو 12.5 من السنتيمترات، ويكون لها رأسان حادان مصممان لتسهيل الخياطة اليدوية والقص الدقيق. مقص الخيوط المزود بنابض أسهل استعمالا من المقص العادي، وأأمن من فتاقة القطب. مقياس الحواشي يساعد في أخذ قياسات سريعة ودقيقة للزيوف والعرى والتعرجات والبنسات، وهو مسطرة صغيرة طولها 6 بوصات 15 سنتيمتر، ولها مؤشر منزلق. ممسك الإبرة يمسك الإبرة بإحكام، ويسمح بسحب الإبرة عبر القماش السميك. وصلة الجديلة تتألف من حلقة ومربط كروي الشكل يضفي على بعض الملابس الخاصة
مظهرا أنيقا.